مرحبا بكم أصدقائي في الإعلان الثاني للحلقة الرابعة عشر لمسلسل المدينة البعيدة. عندما يستيقظ جيهان ويرى عليا بجانبه فإنه سوف يعتبر هذا استسلاما لها بحبه، وفعلا هي بدأت تشعر بالحب اتجاهه، أما جيهان فقد تأكد ذلك. لكن جيهان سوف يتخذ خطوة للاعتراف بحبه لعليا، لكن سوف تظهر هناك مجموعة من المشاكل، من بينها أن عليا سوف تعرف بعلاقة مينا بجيهان، وسوف تكذب عليها مينا وتقول بأن جيهان يحبها كثيرا. كما أن هناك الدكتور أغور الذي سوف يحب عليا حبا مرضيا، وسوف يتحد مع مينا من أجل تفريقهم. أما بالنسبة لصداقات فقد تأكدت بأنهم أصبحوا يحبون بعضهم وليس لديها مشكلا مطلقا، لأن هدف الصداقات هو أن ينجب جيهان الحفيظ سواء من عليا أو من واحدة أخرى. لكن عليا فرضت وجودها في القصر وفرضت شخصيتها في القصر والكل يحبها.